السلام عليكم مشاهدينا الكرام. واصل الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله تفوقه على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال المباراة التي تصدر من خلالها فريق الاتحاد جدول ترتيب دوري روشنا السعودي بعد إسقاط النصر بهدف نظيف سجله البرازيلي رومارينيو دا سيلفا في كلاسيكو الجولة 20 أول أمس الخميس. وأوضحت شبكة أوبتا للإحصائيات أن حمد الله تفوق على الدوني في عدد اللمسات داخل منطقة الجزاء، إذ قام الدولي المغربي 6 لمسات مقابل فقط للنجم البرتغالي. وعرف كلاسيكو الاتحاد والنصر العديد من الأرقام الاستثنائية، على رأسها استمرار عقدة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد العالمي أمام عبد الرزاق حمد الله مهاجم العميد. وفشل رونالدو في تحقيق الفوز أمام حمد الله للمباراة الثالثة على التوالي، إذ سقط أمامه للمرة الأولى في مباراة البرتغال والمغرب بهدف دون رد في ربع نهائي كأس العالم 2022، وهي المباراة التي لم تشهد مشاركة نجم الاتحاد لكنه كان على مقاعد البدلاء، وتمثلت المرة الثانية في السقوط بنتيجة 1-3 في نصف نهائي كأس السوبر السعودي قبل أن يتلقى الخسارة الثالثة في ليلة الخميس. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد رفع رصيده إلى 47 نقطة في صدارة الدوري السعودي بفارق نقطة واحدة عن النصر الذي تراجع للمركز الثاني بعد خسارة الكلاسيكو.